السلام عليكم مشاهدي وأوفياء قناة بخاطر كلمة. اليابان كوكب لوحده، هكذا يعتقد الجميع، ويظنون أيضا أنه كوكب للسعادة. فاليابان قوية باقتصادها المزدهر وتكنولوجياتها الحديثة، ويحصل كل الناس فيه على حقوقهم بعدل وإنصاف. فالمجتمع الياباني لا يعرف سوى العمل والجدية، ويتبع بأكمله النظام في أدق الأشياء. هكذا هو المألوف عن اليابان. ولكن ما لا تعرفه صديقي عن اليابان، ها أنا سأعكس لك الصورة وأظهر لك الوجه الآخر لليابان، الوجه المظلم لكوكب اليابان. هي المافيا اليابانية، نعم، أخطر العصابات على الإطلاق. هي واحدة من أعتى وأخطر العصابات الإجرامية، عصابة تعد الأقوى في عالم العصابات على مستوى العالم، وتنافس المافيا الإيطالية والعصابات الأمريكية والعصابات الروسية من حيث العدد وقوة السلاح. هي الأغنى في العالم، ثروتها تفوق ميزانيات دول وحكومات، والمنتشرة في جميع أنحاء العالم. يظهرون بثياب أنيقة ويخفون تحتها الكثير من الوشوم. وصل عدد أفراد هذه العصابة إلى أكثر من 120 ألف عضو، دائما جاهزون لإثارة الفوضى والدماء في أي لحظة داخل المدن. إنها الياكوزا، منظمة إجرامية تحكمها عائلات يابانية، والويل كل الويل لمن يقف ضد عصابة الياكوزا. وفي هذا الفيديو سأحكي لكم قصة عصابة الياكوزا، ولكن قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. يرجع تاريخ تأسيس الياكوزا إلى أكثر من 4 قرون مضت، وتحديدا عندما اضطر محاربو الساموراي العاطلين عن العمل والمهمشين في المجتمع إلى تأسيس عصابات صغيرة لمهاجمة القرى وحانات الإمار، حتى أصبحت في وقتنا هذا من أخطر العصابات. فلديهم عالم مليء بالبنادق والمسدسات والسوق لفتيات الليل وإدارة أعمال الإمار وتجارة المخدرات، بجانب العديد من الأنشطة الإجرامية الأخرى. وتصنف الياكوزا كواحدة من أخطر وأقوى العصابات في العالم، فنشاطها لا يقتصر على المحلية في اليابان فقط، بل تجاوزه ووصل إلى العالمية. الياكوزا تعد من أشهر وأخطر العصابات على مستوى العالم وأكثرهم غنى، حيث وصل دخلها خلال عام 2020 إلى أكثر من 100 مليار دولار. فالياكوزا بمثابة الدولة داخل الدولة، فمواردهم لا تنفد باعتمادهم على كل الأعمال الغير المشروعة، مثل تجارة في الأسلحة وتهريب المخدرات داخل اليابان وخارجها. وأيضا فهم يمتلكون أكبر بيوت الدعارة وصالات الإمار، كما أنهم من صناع الأفلام الإباحية في اليابان. وهذا ليس كل شيء، فعندهم بنوك تقرضك بأي مبلغ تريد، ولكن في حالة التعثر وعدم السداد يتم تصفيتك، بالإضافة إلى حمايتهم المتاجر الكبيرة. خلال عام 2011 تعرضت اليابان لمجموعة من الزلازل القوية، والتي كانت من أشد الزلازل وطأة في تاريخ اليابان وفي منطقة توهوكو. فقد الكثير من المواطنين اليابانيين منازلهم وكل ما يملكون، وقف المواطنون اليابانيون يشعرون بالخوف والحسرة والحزن، يتمنون يد العون تمد إليهم
وها هي تأتي من بعيد متمثلة في 70 شاحنة محملة بالأطعمة والمياه والأغطية والكثير من المؤن الأخرى القادرة على تعويضهم في هذا الوقت الحرج. لا، لم تكن تلك المعونات من الحكومة اليابانية، بل كانت من العصابة الياكوزا، ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتدخل فيها العصابة لنجدة المواطنين اليابانيين أثناء وقوع كوارث طبيعية. ويعود سبب لمساعدة الياكوزا للمواطنين اليابانيين هو مبدأ لديهم ويسيرون عليه ولا يستطيعون تجاهله، وهو ناينيكيو كود، بما يعني لا تترك الآخرين يعانون بمفردهم. يبقى السؤال المطروح: هل تتفق ما تفعله الياكوزا من أعمال إجرامية بالمقابل دعمها للفقراء، أم أن هذا مجرد محاولة منهم لتبرير الجريمة وكسب ود الشعب؟ الشعب الياباني منقسم في آرائه تجاه أعضاء الياكوزا، بعضهم يراهم مجرمين وقاطعي الطريق، وبعضهم يراهم أبطال شعبيين بذلوا تضحيات من أجل فقراء اليابان. وقدرتهم على التحرك بتلك الثقة وبهذه الكمية من السيارات والبشر هي أنهم جمعية قانونية ولها تراخيص ولها أعمال شرعية كغطاء لها. ولكن في واقع الحال كل فرد في اليابان من مواطنين وحكومة يدركون حقيقة تلك الجمعية، ولكن عليك إثبات ذلك لتلقي القبض عليهم، وهو أمر يصعب تنفيذه مع الياكوزا. وعلى الرغم من تلقيب تلك المجموعة أو العصابة بالمافيا، إلا أنها تختلف كثيرا عن باقي العصابات في العالم، ويميزها العديد من القوانين الداخلية الصارمة والغريبة. الياكوزا أسرة أكثر من كونها تنظيم عصابي، وحينما ينضم عضو جديد للياكوزا عليه أن يتعامل مع رئيسه على كونه والده، والعصابة على كونها أسرة جديدة له، وينسى ماضيه تماما منذ أن انضم إلى الياكوزا، فهو ولد من جديد داخل العصابة الأسرة الكبيرة السعيدة، وينسى تماما أسرته العظيمة. ولا العضو الجديد للياكوزا لا يثبت بتركه العالم الخارجي فقط، بل عليه أن يغير شكله. واختارت العصابة تغطية الجسد كله بالوشوم المعقدة، والتي تحكي بعدها قصصا عن التاريخ الياباني والأساطير اليابانية. وعادة ما يصنعون تلك الوشوم بالطرق التقليدية وليس بالأجهزة الحديثة. أي فرد منتمي إلى الياكوزا يكون جسده موشوما بالكامل، وعلى الرغم من ذلك فالأعضاء الياكوزا غير مصرح لهم بإظهار تلك الوشوم في الأماكن العامة، ولكن في اجتماعاتهم الخاصة عادة ما يجتمعون عرايا حتى يرى كل منهم وشوم الآخر ويتأكدوا أن كل الحاضرين من أعضاء الياكوزا، ولذلك في كل اجتماعاتهم الهامة تعقد وهم عرايا. من الأشياء التي تميز عضو الياكوزا من غير الوشوم وهي الإصبع المقطوع، وهذا لأن العقوبة المعتادة الذي يرتكب أي عضو داخل الياكوزا أي خطأ يكون جزاءه هو أن يقطع إصبعه، ولذلك تجد معظم الياكوزا دون إصبع. هذه هي حكاية الياكوزا. إلى هنا الفيديو ديالي ينتهي، إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.